هتعمل ايه بالشهاده؟ والله ما عم بقى حاجه اكيد يعني. اول حاجه طبعا هعملها لما اروح اتقدم للبنت اللي انا هتجوزها، الشهاده طبعا هتبقى اول سؤال هتسال عليه. كل اللي اعمله بالشهاده ان انا ابلها في كوبايه ميه واسيب اهلي وامشي. ركنتها في البيت. ما عملتش بقى اي حاجه، لسه مستني الجيش وعشان ادخل الجيش بقى، وكده بفكر اعمل بقى ايه بعدين. اشتغلت بيها. رميها في البيت زي ما ألف غيري رميها في بيته. حطيتها في الدرج والله. دلوقتي بيشتغلوا بشهادتهم؟ لا لسه عشان في الكافتيريا. شغالين في الكافتيريا. خريجين ايه؟ اللي هو ليسانس اداب وليسانس حقوق. شايف ان الشباب في مصر بيشتغلوا بالشهاده ولا ما بيشتغلوش بالشهاده بتاعتهم؟ ما هو لو معاك واسطه هتشتغل حتى لو معكش شهاده. لا انا بس اللي اشتغلت بشهادتي اكيد يعني. مفيش حد بيشتغل بشهادته دلوقتي. الشغل اللي موجود احلى شغل على القهاوي، احلى شغل القعده على القهاوي كل الشباب. اولا الشهاده في مصر يعني عموما ملهاش دعوه اصلا باللي انت هتشتغله. ان الشباب هتموت في البلد دي، الشباب خلاص مفيش شباب. الشباب عجزت من كتر الهم. رزقك موجود رغم الشهادات، وبإذن الله مندوب مبيعات.